حياة المخيم. يعني عمره ما شاف بيت العنكبوت، يجي عنا على المخيم بشوفه وبسكن فيه كمان. يعني بحياته ما تعذب، بس مرقوا له تابوته من مخيم وقلب شرطان الكهرباء وقت تعذب، بس اذا كانت اعماله عاطله وقت ناقشت معه. في مره واحد كان ماشي بالطريق ولا شاف شعراته صاير معمولين على الموديل، بس مش من الكهرباء، مش من الجلد، من الكهرباء. لما بكون ماشي بالطريق طالع ب 3000 شيء الكهرباء بتكهرب فيهم، بس لما بروح على البيت ما بتكهرب بالكهرباء 5 دقايق. شو قطعات؟ هيك الظاهر. شباب بدونا خط السرقه، خلينا نخلص، بس نخلص بنشيله. مدوا والمي يا عيني على المي. لا فوق ما انها مالحه، وفوق ما انها ما بتنشرب، وفوق ما ان شعري لبد من وراها، كمان فوق هيك ما بتيجي. لما بكون ماشي بالطريق بتحمل 3000 مره بالمي، بس لما بروح على البيت اللي بلاقي الخزان فاضي ما بعرف. جيبوا لنا كاسه مي شباب. قاطع المي. ما اشترينا اليوم. كمان قطع المي. طيب هي حياتنا وهذا هو واقعنا، حياة المخيم. يمكن شيء بضحك وشيء ببكي، بس هو واقعنا، واقع المخيم وحياة المخيم. البيت ما بعرف ليش بتكهرب فيه 5 دقايق. قطعت. كنا بعدنا عم نحكي. شباب بدون بخلوني شعرات بوقفوا. عيد 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 عيد.